كردستاني كما أعلن شمالي العراق تتفاعل سريعا. رئاسة إقليم كردستان العراق نددت بالعملية ودعت إلى وضع حد لتصرفات الحزب التي قالت إنه يعرض أمن الإقليم إلى الخطر. ليس ذلك فحسب، فبيانها كان صريحا وواضحا في مطالبة حزب العمال بإبعاد مسلحيه عن حدود إقليم كردستان واحترام كيانه وعدم اتخاذ أراضيه منطلقا لهجماتهم على الدول المجاورة، في إشارة واضحة إلى تركيا. ما حدث اليوم أوضحه بيان لوزارة البشمركة التي قالت إن قوة البشمركة تعرضت صباحا إلى كمين نصبه عناصر من حزب العمال الكردستاني في جبل متين بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك. بحسب البيان أدت المواجهة إلى مقتل 5 من عناصر البشمركة وإصابة 4 آخرين. الرواية الرسمية لحزب العمال الكردستاني قالت إن مقاتلي الحزب أطلقوا النار في الهواء لمنع تقدم قوات البشمركة في مناطق لتمركز عناصره في المنطقة. وجددت وزارة البشمركة المطالبة باحترام حدود الإقليم وعدم تعريض استقراره للخطر. للنقاش ينضم إلينا من أربيل السيد صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا وسهلا بحضرتك. ومن العاصمة البلجيكية بروكسل ينضم إلينا الكاتب والصحفي الكردي الأستاذ هوشان أوسي. أهلا وسهلا بكما. سيد صبحي المندلاوي، على الرغم من أنه يبدو أن هذه المرة الأولى التي يحدث هذا الاشتباك، لكن كان في تصعيد في التصريحات الفترة الفائتة من الطرفين، وكان هناك بعض التوقع وإن كان نادرا لانفجار المشهد كما حدث. كيف تقرأ حضرتك هذا المشهد اليوم؟ نعم، مساء الخير، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي قناة BBC. سبق لنا كحكومة وكقيادة شعب إقليم كردستان حذرنا مرارا وتكرارا من تواجد قوات البكك في مناطق تعتبر ضمن حدود إقليم كردستان العراق، وبالتالي هذا التواجد سبب الكثير من الأزمات والكثير من المآسي، سواء بتهجير القرى وأيضا بتدخل يعني جعل مبرر لقوات الجيش التركي بقصف مناطق تواجدهم. وأيضا اليوم نجد هناك اشتباك مباشر ورصد لقوات البيشمركة في محاولة تصعيد خطيرة. حقيقة بالتأكيد نحن نرفض مثل هذا العمليات وندينها بالتأكيد، وهم يراهنون على صبر وعلى حكمة قيادة حكومة إقليم كردستان وعدم انجرارهم إلى حرب ربما ستكون كارثية. بس أليس وبالتالي غريبا أنه قبل يومين نطالب سيد مندلاوي، أليس غريبا قبل يومين هي رئاسة الإقليم كما حضرتك تفضلت وذكرت طالبت بوضع حد لتصرفات حزب العمال كما وصفت، بس أليس غريبا أنه العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي تنفي مزاعم قالت إنها لتركيا أنه هناك عناصر من حزب العمال الكردستاني داخل النينوى في قضاء مخمور؟ لا يعني ذلك تضاربا في التصريحات على الرغم من اختلاف المناطق؟ لا بالتأكيد، يعني هم بالنسبة لقيادة العمليات المشتركة في العراق أيضا أدانت اليوم على لسان الناطق باسم القيادة بهذه العملية التي أدت إلى استشهاد 5 من البيشمركة، وبالتالي هي مطالبة، الحكومة العراقية مطالبة ب يعني إجراءات أوسع وأشمل باعتبارها أن من مسؤولياتها ضمن كحكومة اتحادية. ولكننا نعلم بالتأكيد الوضع بشكل عام في العراق هو وضع يعني ربما يكون صعب و فيه الكثير من الأزمات، وبالتالي ربما لا يستطيعون يعني وقف هذا يعني هذا التدخل من قبل حزب العمال الكردستاني. طيب. ولكن بالتأكيد هذا هو أمر حدودي وهم مطالبين بذلك. وأيضا حزب العمال الكردستاني عليهم أن يعوا خطورة ما يحدث، وبالتالي عليهم أن يتحملوا عواقب مثل هذه الأعمال. ما نوع هذه العواقب أستاذ هوشان إذا كنت حضرتك تتفق مع هذا الطرح؟ هل هناك بالفعل أزمة توازي أزمة حزب العمال PKK مع تركيا بس داخل العراق؟ السؤال موجه لي ولا نعم أستاذ هوشان، أنا يعني ناديت اسم حضرتك، تفضل. بالنسبة لحزب العمال الكردستاني في تقديري أنه خرج من كونه مشكلة داخلية تركيا وأصبح حقيقة مشكلة إقليمية أحيانا يهدد يعني ليس فقط حتى المدن الكردية في سوريا، بحكم أنه هذا الحزب لديه سلطة في الواجهة
هنالك شيء يسمى الإدارة الذاتية، لكن خلف الستار الكل يعلم، الأمريكيين والأوروبيين يعلمون أن حزب العمال الكردستاني هو المسيطر، وبالتالي مثلما هدد حزب العمال الكردستاني وأعطى مبررا للدولة التركية لاستباحة واحتلال منطقة عفرين ولمنطقة رأس العين، الآن المناطق الكردية في سوريا أيضا مهددة بحكم وجود هذا الحزب. أيضا هذا الحزب بات يعني ذريعة وحجة قوية في يد النظام التركي لاستباحة أراضي كردستان العراق سواء بريا أو جويا. إذا هو مشكلة يعني لا يهدد أمن واستقرار فقط منطقة كردستان العراق، بل أمن واستقرار المنطقة بشكل عموم. لكن الأمريكيين والاعتبارات أمنية والحرب على داعش استخدمت هذا الحزب كأداة وك يعني استثمار على مدى السنوات السابقة، وتكتمت على انتهاكات هذا الحزب في سوريا وفي كردستان العراق. بس كان لافت يا استاذ هوشانج اليوم مثلا اننا لما حاولنا التواصل مع منظرين او مقربين من حزب العمال كان هناك تحفظ شديد على الحديث مع الاعلام، ويبدو في ذلك قد اكون مخطئ محاوله لعدم التصعيد مع حكومه اقليم كردستان العراق. يعني هل حضرتك تعتقد انه من مصلحه حزب العمال ان يصعد مع 3 دول في ذات الوقت؟ في تقديري حزب العمال الكردستاني والخطاب الإعلامي يصعد، يعني ما بعرف مدى متابعتك لوكالات الأنباء وقنوات التلفزيون وصفحات التواصل الاجتماعي، ويصعد منذ 2 وأكثر في هذا الخصوص. هذا ليس الاستهداف العسكري الأول من نوعه، سبق أن استهدف قوات البيشمركة في نقاط ومحاور أخرى. دائما حزب العمال الكردستاني خطابه السياسي والإعلامي تصعيدي، ويمهد لهكذا اشتباكات مسلحة مع قوات البيشمركة، مع حتى أي شكل عسكري في المنطقة. فيما يتعلق بموضوع الحكومة العراقية، الحكومة العراقية تنسق من خلف الستار مع حزب العمال الكردستاني بتغطية إيرانية. معلوم أن حزب العمال الكردستاني متواجد في شنغال وينسق مع الحشد الشعبي بتغطية إيرانية وبدعم إيراني. في المحصلة استهداف البيشمركة واستشهاد عناصر البيشمركة بشكل أو بآخر يصب في طاحونة مصالح إيران في العراق والحكومة العراقية. لذلك لا يمكن أن نشاهد مواقف جدية وحاسمة من الحكومة العراقية تجاه اعتداءات حزب العمال الكردستاني على الأراضي الكردية. أصلا وجود حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق غير شرعي، فما بالكم يعني بالتمدد العسكري والجماهيري. نعم. ومن المؤسف القول أنه بعض الأجنحة في الاتحاد الوطني الكردستاني استخدمت هذا الحزب ضد الديمقراطي الكردستاني. لكن إذا استتب الأمر لحزب العمال الكردستاني في كردستان العراق فجميل بايك سيمسك يعني بلاهور شيخ جنجي ويلقيه خارجا. أستاذ هوشانج، أنا حديثي لحضرتك كان عن الإعلام التقليدي، وطبعا أنا أتابع ذلك عن كثب، لست أدري لو حضرتك تتابع بذات الزخم. أستاذ صبحي المندلاوي، مع اعتماد إقليم كردستان على الحكومة الفيدرالية أن ربما تندد بما حدث، لأنه هي كانت لديها مواقف واضحة من التدخل التركي في حدودها أو في أرضها لملاحقة حزب العمال، هل هناك تنسيق بهذا الإطار؟ يعني كلنا نعلم أن الحكومة العراقية أساسا هي تعاني بالكثير من الأزمات، سواء كانت أزمات أمنية أو صحية أو حتى أزمات اقتصادية، وبالتالي كل هذه الأزمات بالتأكيد هي تؤثر على الوضع بشكل عام في العراق. والحكومة العراقية يعني هي غير قادرة بشكل كبير على يعني وقف مثل هذه الاعتداءات. وهناك أمثلة عديدة، يعني القوات التركية دخلت في مناطق عديدة من العراق والحكومة العراقية لم تستطع. وأيضا هناك أيضا تأثيرات إقليمية على الحكومة العراقية، لكننا في كل الأحوال هناك تنسيق جيد بيننا وبين الحكومة العراقية، خاصة في الآونة الأخيرة. حكومة السيد الكاظمي تسعى إلى وسط هذه الأزمات الكثيرة إلى محاولة الوصول إلى نوع من الاستقرار. هي لديها علاقات جيدة مع أربيل، وحققنا الكثير من الخطوات في بغداد، ولكن بالتأكيد نحتاج إلى الكثير أيضا. الحكومة العراقية اليوم تسعى بشكل جاد إلى محاولة
ما الذي في يد رئاسة الوزراء يمكنها أن تقدمه بهذا الطرح، وهو أصلا السيد الكاظمي منغمس في أزمته مع السلاح خارج سياق الدولة، وأصلا لديه مشكلة أمنية حتى في بغداد؟ لا أعتقد أن لديه الكثير يعني، ولكن بالتأكيد يعني هو يحاول الرجل وسط هذا الكم الهائل من الأزمات ومن هذه الضغوط، وبالتالي ليست لديه بالتأكيد عصا سحرية، ولكن يعني كموقف لابد من اتخاذ موقف. الوضع خطر يعني، اليوم وصل الأمور إلى يعني صاروخ باتجاه بيشمركة، قوات أصلا هي هندسية كانت يعني محاولة الكشف عن الألغام في المنطقة، وبالتالي يعني هذا انذار وهذا أمر صعب وخطير جدا، وبالتالي الوقوف أمامه يعني مطلوب جدا سواء من الحكومة العراقية أو حتى من القوى الأخرى الموجودة. نعم. أستاذ هشام أوسي، حضرتك لا تعول كثيرا على موقف من الحكومة الفيدرالية، ماذا عن تركيا؟ كيف ترى مسافتها من الحزبين الكرديين الرئيسيين في ضوء هذا التطور بين البشمركة وبين حزب العمال، والذي حضرتك تفضلت أنه ليس جديدا جدا، هو حدث مناوشات أكثر من مرة على الأقل بتصعيد الكلام؟ في تقديري يعني حزب العمال الكردستاني يعني بسجله القديم والحديث هو هدية من السماء للطموحات والتركية والمشاريع التركية سواء في سوريا أو في العراق. ظاهرا يظهر للناس على أنه في هنالك صراع وكذا، لكن دائما هنالك شيء من التحالف الخفي بين الدولة العميقة في تركيا والدولة العميقة في حزب العمال الكردستاني، وهذا يعني الخوض فيه يطول الحديث بهذا الخصوص. يعني أتيك على مثال معين يعني فيما يتعلق ب منطقة عفرين. أوجلان زعيم الحزب الشكلي حاليا والزعيم الفعلي هو جميل بايك. أوجلان طالب حزبه بتفهم حساسيات تركيا داخل الأراضي السورية، واستجاب الحزب ومنح عفرين ورأس العين إلى السلطات التركية، لكن أوجلان لم يطالب حزبه يعني الكف عن الاعتداء على أمن واستقرار كردستان العراق. طالب باحترام اتفاق مبرم ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزبه سنة 83، والحزب لم يلتزم حتى بمطالب أوجلان هذه. حزب العمال الكردستاني بتقديري يعني خرج عن السيطرة، وهو الآن أداة إقليمية تارة وحتى أداة دولية، يعني في يد النظام السوري، في يد النظام الإيراني، وممكن أن يكون هنالك أجنحة داخل هذا الحزب تخدم الأجندة والمصالح التركية في المنطقة سواء في سوريا أو في كردستان العراق. سيد مندلاوي، الرواية الرسمية لحزب العمال فيما يتعلق بحادث اليوم قالت أن مقاتلي الحزب أطلقوا النار لمنع تقدم قوات البشمركة في مناطق تمركز عناصره في المنطقة. قال هو أنه أطلقوا النار في الهواء. ما الذي تهدد به بشمركة تحديدا؟ يعني وزارة البشمركة طالبت باحترام حدود الإقليم وعدم تعريض استقراره للخطر، هل ينبئ ذلك بربما اندلاع مجددا لقتال كردي كما شهدنا في السابق بين الأحزاب أو بين قوات الأحزاب، وتوقف ذلك منذ عقود في الواقع؟ يعني نحن لا نتمنى الوصول إلى مثل هذا الأمر، رغم أنهم يحاولون جرنا إلى مثل هذه يعني إلى مثل هذا الأمر. الرئيس مسعود بارزاني أكد مرارا على حرمة الدم الكردي، وبالتالي يعني لا نريد أن نصل إلى حرب، ولكن مثل هذه الأحداث ومثل هذه الاستفزازات وإصرار الحزب العمال الكردستاني على التدخل في يعني حكومة إقليم كردستان. اليوم حكومة إقليم كردستان حكومة دستورية قانونية جاءت يعني بعد مخاض وتاريخ طويل من التضحيات ومن الدماء، وبالتالي اليوم كيان دستوري. إذا كان هم فعلا حريصين على وحدة شعب كردستان والكرد عموما، عليهم أن يحافظوا على مثل هذا الإقليم، ولكنهم بالتأكيد كما قال ضيفك هم أدوات بيد جهات سواء كانت إقليمية أو خارجية وحتى دولية. نتذكر جيدا أنهم حكومة السيد العبادي حينها كان يعني يرعى حزب العمال الكردستاني، بل وهناك رواتب
رواتب إليهم، وأيضا إيران أيضا تستخدمهم، تركيا نفسها تستخدم بعض الأجنحة فيها، وبالتالي يعني هذا الوضع بالتأكيد هو ضد اقليم كردستان، ضد كيان اقليم كردستان، ونحن نرفض ذلك. ولكن بالتاكيد نتمنى ان لا تصل الى حرب مفتوحه، وهذا يضر بالتاكيد بالجميع. نعم. شكرا جزيلا لضيفي من أربيل السيد صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لحضرتك، وجزيل الشكر للكاتب الصحفي الكردي الأستاذ هشام موسي منضما إلينا من بلجيكا بروكسل، شكرا لكما.